السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ازاي نكتب الايميل بطريقة صحيحة، ومعانا بالظبط تجربة عملية. يعني الامتحان بيجيلنا بنفس الشكل كده مع تغيير الموضوع. اول حاجة هنعملها هنقرأ العنوان او السؤال اللي موجود معانا، وهنطلع منه 5 معلومات مهمة. Write an email of about 40 words. اكتب ايميل متكون من 40 كلمة. To your friend ياسمين. يبقى أول حاجة عرفتها إن صديقي أو صديقتي هنا اسمها ياسمين. To tell her about the sports that you're good at. اخبرها عن الرياضة اللي انت جيد فيها. طبعا كلمة your اختصار كلمة you are. فيو are لما اجي احولها عليا انا، لان انا هبقى المتحدث هنا، هتتحول ل I am. هتبقى the sports that I am good at. يبقى الموضوع the sports that I am good at. هنا صديقتي اسمها ياسمين، هنا الموضوع عرفناه خلاص. نكمل. Your name is نور. اسمك نور، يبقى انا اسمي هنا نور في الايميل. Your email address is noor@yahoo.com. يبقى الايميل بتاعي، عنوان الايميل بتاعي اسمه noor@yahoo.com. هاخده زي ما هو، هكتبه عادي زي ما هو بالظبط. نكمل. Your friend's email address، يعني ايميل صديقك ايه هو؟ is yasmin@yahoo.com. يبقى انا المعلومات اللي انا خدتها هنا، اول حاجة اسمي ياسمين، صديقتي اسمها ياسمين. هكلمها عن the sports that I am good at، الرياضة اللي أنا جيد فيها. اسمي نور، دي تالت حاجة. رابع حاجة الإيميل بتاعي اسم noor@yahoo.com. خامس حاجة الإيميل بتاع صديقتي اسمه ياسمين@yahoo.com. الخمس حاجات دول اللي أنا طلعتهم من السؤال هبدأ إن أنا أكتبهم هنا. from يعني مني أنا، فأنا هكتب الإيميل بتاعي noor@yahoo.com. to يعني إلى مين؟ طبعا إلى صديقتي. صديقتي الإيميل بتاعها اسمه إيه؟ yasmin@yahoo.com. subject اللي هو الموضوع، هكلمها عن إيه؟ the sports that I am good at. هنقلها بالظبط، بس طبعا كلمة the أول حاجة التي هتبقى كابيتال. الإيميل بقى من from و to بنقل الإيميل بالظبط، يعني ما بطبقش قاعدة إن أنا في أول الكلام بحط حرف كابيتال. لا، الايميل بيتكتب زي ما هو، سواء اوله كابيتال بينزل زي ما هو او اوله سمول بينزل زي ما هو. السطر الصغنطوط ده بكتب فيه دير عزيزي او عزيزتي، وبكتب اسم اللي انا بكلمه اللي هو مين؟ ياسمين. يبقى دير ياسمين، وحط بعدها كوما، ما تنسوش الكوما بعد دير ياسمين. ببدأ الايميل بتاعي مش بدخل في الموضوع على طول، ولكن بدي مقدمة كده بسلم عليها الاول. بقول how are you، وحط question mark لان ده سؤال اوله how. I'm happy to write this email to you. يبقى how are you، I'm happy to write this email to you، يعني انا سعيد ان انا بكتب لك الايميل. وببدأ اتكلم عن الرياضة اللي انا جيد فيها اللي هي فوتبول. طب عرفت منين فوتبول؟ في guiding elements مكتوبة هنا فوتبول ومكتوب جود ات، يبقى هو بيقول لك اتكلم عن الفوتبول. طبعا انا هتكلم زي ما بكتب في الباراجراف بالظبط، انا مش هقول لك نص معين تكتبه، ولكن انت هتكتب الكلمات اللي انت عايزها بطريقة الباراجراف اللي انا بنهي الجملة بفول ستوب وبعد كده ببدأ بحرف كابيتال، بنهي الجملة بفول ستوب وبعد كده ببدأ بحرف كابيتال. بعد ما اخلص الجسم الموضوع بتاعي او المحتوى اللي انا بتكلم عنه، في سطرين تحت. السطرين اللي تحت دول، السطر الاولاني بكتب فيه yours او see you soon، اللي انت عايزه هتكتب yours او see you soon، ما تكتبش الاتنين. ده في السطر الاولاني yours. طيب في السطر التاني بكتب اسمي انا، بكتب اسمي انا اللي هو نور. انا كده خلصت الايميل. الايميل على فكرة ما فيهوش اي مشكلة، المعلومات بطلعها من السؤال، وركز كويس جدا. وخلي بالكم من حاجة برضو، ان from و to اللي موجودين في الاول الايميل ممكن يتعكسوا، يعني ممكن في الامتحان يحاول ان هو يشوفك مركز ولا لا، فيحط لك to الاول وبعد كده from. احنا كده كده اوريدي عارفين from يعني يعني مني انا، يبقى بكتب ايميلي انا. to الى ايميل صديقي، بطلع ايميلي وايميل صديقي من القطعة. بطلع السبجكت الموضوع من القطعة، ببقى عارف اسم صديقي ايه وببقى عارف اسمي انا ايه. كده الموضوع اعتقد ان احنا المفروض ما نتلخبطش خالص. محتوى الايميل هو ده اللي بيفرق طالب عن طالب،
وده طبعا بيبقى معتمد على الافكار اللي بتيجي في دماغك ان انت تقدر تتكلم عنها، وفي نفس الوقت حفظك للكلمات. ويا ريت نكون يعني سبيسيفيك قوي، يعني محددين في موضوع ان احنا بنكتب الايميل. يعني ما ينفعش مثلا هو بيقول لك فوتبول وان انت جود ات فوتبول، وبعد كده اجي اكلمه اي جو تو سكول افري داي اي لايك ميلك، يبقى احنا كده بنتكلم عن اي حاجه. انا بشوف طبعا حاجات كتير جدا كده، بيبقى الطالب عايز يكتب اي جمله هو حافظها. طبعا ده غلط. الصح ان انا اكون محدد في الموضوع اللي انا بكتب فيه، يعني بتكلم في اطار فوتبول فقط، يعني ان انا جيد في لعبه كره القدم. لو جدنا موضوع عن healthy food مثلا، ببدأ اتكلم عن الاكل اللي انا باكله، وان انا ما باكلش الانهيلثي فود والحاجات دي كلها. فيا ريت نكون محددين في كتابة الموضوع، ناخد بالنا من from يعني من، to يعني إلى، subject اللي هو الموضوع. from بكتب إيميلي أنا، to بكتب إيميل صديقي، بطلع كله من قطعة. subject الموضوع بطلعه برضو من قطعة. وخدوا بالكم من كلمة you are بتتحول ل I am، وكلمة your بتتحول ل my. أتمنى إن انتوا تكونوا فهمتوا الإيميل. الموضوع سهل جدا، عايز بس مننا تركيز، وإن شاء الله نجيب الدرجة النهائية فيه.